هندسية. تمام، مدينا هنا متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع شكله بيكون كده. تمام كده، ده شكل متوازي الأضلاع. تمام، يعني هنا A B C D. تمام كده. المساحة بتاعت تمام. متوازي الأضلاع بتساوي القاعدة اللي هي دي، بيرمز لها الرمز B. تمام، والاتش اللي هو الارتفاع ده اتش. تمام كده. تمام. تمام، يبقى مساحة متوازي الأضلاع B في اتش. B القاعدة، تمام، اتش الارتفاع. تمام كده. تمام. طيب الشكل الثاني اللي عندنا حاجة اسمها مثلث. تمام، المثلث عندنا القاعدة بتاعته اسمها بي والارتفاع بتاعه اسمه اتش. تمام، مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. تمام كده، تمام. نص القاعدة في الارتفاع. تمام كده. طيب عندنا كمان حاجة اسمها شبه المنحرف. شبه المنحرف شكله بيكون كده. تمام، تمام. شبه المنحرف بيبقى فيه قاعدتين. تمام، بي واحد وبي اتنين. دي القاعدة الأولانية ودي القاعدة التانية. تمام كده، وفي ارتفاع. يبقى مساحة شبه المنحرف بتساوي نص الارتفاع في القاعدة الأولانية زائد القاعدة التانية. تمام كده. تمام. مساحة الدائرة باي ار تربيع، دي خدناها المرة اللي فاتت. تمام كده. تمام. دي الأشكال الهندسية. تمام، ممكن يديني شكلين في بعض ويقول لي هات مثلا المساحة بتاعتهم، فالمساحة بتاعتهم بتساوي مجموع الشكلين. يعني مثلا هنا عندي مديني شبه منحرف، تمام، ومديني مثلث، فبجمع بقول دي مساحة A1 ودي مساحة A2، واجيب مساحة المثلث ومساحة شبه منحرف واجمعهم الاثنين مع بعض. زي هنا مثلا مساحة المربع بتساوي كام، صح؟ بتساوي اس تربيع طول الضلع في نفسه. طيب انا عندي هنا مساحة مربع ونصف دائرة. هنا عندي مساحة متوازي اضلاع ومساحة مستطيل. برضو مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طيب مساحة المربع بتساوي لام تربيع او طول الضلع في نفسه. تمام كده. تمام. طيب هنا كده بيقول لك اوجد مساحة الشكل المركب اللي قدامي. انا عندي شكلين هنا A و B. الشكل الاولاني عبارة عن ايه؟ مثلث. نص مثلث دايرة. ونص دايرة. طيب يبقى هنقول ايه واحد بيتساوي نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة عندي بكام؟ قاعدة ب 11 متر. 11. 10 متر. تمام، طيب والارتفاع 6 متر. كام؟ 6 متر. 6 متر. على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الثلاثة. 11 في 3 ب 33 متر، صح كده؟ ده أول مساحة. طيب مساحة نص الدائرة بيساوي ايه؟ نص باي ار تربيع. تمام، هيساوي نص باي الار هنا عندي بكام؟ الباي ار 3. 3. يبقى 3 تربيع. يبقى هتساوي 4.5 باي، صح كده؟ صح. يبقى مساحة الشكل الكلي هتساوي 33 زائد 4.5 أستاذ. باي. أنا أستاذ، معك. بس ده قانون الحجم مش قانون المساحة. قانون ايه؟ قانون الحجم مش قانون المساحة، اللي هو باي في ار تربيع. مساحة الدائرة طه نقطة تربيع. ماشي. وأنا عندي نصف دائرة، يبقى نص باي ار تربيع. حجم الدائرة 4/3 طه نقطة تكعيب. حجم الدائرة. تمام كده. تمام، يبقى 33 زائد 4.5 يبقى 37.5 باي. المساحة الكلية للشكل بتساوي 37.5 باي، صح كده؟ صح. طيب الباي أصلا باتنين قلنا بكام؟
37.5 في 3.14%. اه. لا، تضربهم في الآلة الحاسبة كده ببعض، هيطلع معاك حوالي 47.1 من 10. 37.5 ضرب 3.14 تساوي 117.75. هيساوي كام؟ 117.75. لا لا، بص، طب اضرب نص، اضرب كام هنا نص، اضرب 4.5 كده في 3.14% كده. هنضرب 4.5، يبقى 4.5 في 3 بوينت واحد 4. 14.13. تمام كده، أو خليها هو 4 من 10. تمام، 5 في 1 ب5، 15، 4، 12، حط 5، 9، 3، 1، يعني تقريبا ب13.95، يعني 14 تقريبا. هنقربها تساوي 14، صح كده؟ يبقى هنقول 14 زائد 33 هتساوي 47. تمام كده؟ تمام. طيب الشكل اللي قدامك ده عبارة عن إيه؟ هنقسمه كده نصين. شكل هيديني مستطيل، وشكل هيديني إيه؟ الشكل ده اللي تحت مستطيل، صح كده؟ معايا سيف؟ معاك. الشكل معاك ده عبارة أستاذ. عن شكلين، مستطيل وإيه تاني؟ مستطيل وربع. مستطيل وشبه منحرف، صح كده؟ عارف. معاك. طيب بص كده، احنا عاوزين في أطول أضلاع. تمام، الطول ده كله 20، هنا 13، يبقى هنا كام؟ 7، صح كده؟ والشكل ده يبقى 25، وارتفاع القائم ده يبقى 7. تمام كده؟ يبقى عندي مساحة المستطيل بتساوي إيه الأول؟ مساحة المستطيل تساوي طول في العرض. الطول هنا كام؟ طول 13. الطول 25 والعرض طول 13. 25. 13. طيب شوف كده، 15 في 13 كده. مثلا 25. 325. كام؟ 325. 325. طيب مساحة دي المساحة الأولانية. المساحة التانية بتاعت شبه منحرف، نص الارتفاع في القاعدة الأولانية زائد القاعدة التانية. طيب هيساوي نص الارتفاع هنا عندي في 7. القاعدة الأولانية 20، القاعدة التانية 25، صح كده؟ يبقى نص و7 في القاعدة الأولانية يبقى 45، صح كده؟ صح. على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها كام؟ فيها 22.5. طيب 7 في 22.5 بكام؟ آه، 5 ساعات. لحظة أكتبها على الباكورد. أعملها كده 7 في 22.5 كده. 14. 14. 14. فاصلة بعد الرقم. لا، بعد رقم 15. واحد، العلامة بعد رقم واحد. 35، 5 معانا التلاتة، 14 و3 15، يبقى 5 معانا الواحد، ويبقى 3، صح كده؟ 355، العلامة بعد رقم واحد يبقى 35، صح كده؟ صح. طيب يبقى هنا زائد 35.5، يبقى المساحة الكلية هتساوي 300
25 زائد 35 ونص. شوف هتساوي كام كده؟ كم 325 زائد خمسة اه وتلاتين ونص. 360.5. طبعا. لا احنا نسينا حاجة هنا، نسينا حاجة. بص تعال نضربها تاني كده من جد دي، معلش. هنا 7 في 5 ب35. 5 ومعانا التلاتة. 7 في 2 ب14 وتلاتة 15. تمام. صح كده؟ طيب ثواني كده. هنا نص. نص في 7. تمام، في 45. 90. نص في 7 في 45. طيب ثواني كده. ماشي هنحسبها كده. 7 في 5 ب35. 5 ومعانا التلاتة. 7 في. لا غلط، لا. 7 في 2 ب14. 14 وتلاتة 17. صح كده؟ اه 7 ومعانا الواحد. 7 في 2 ب14. الواحد يبقى 15. يبقى 175. 175 ونص. تمام كده. يبقى زائد 175 ونص. شو كده المساحة تطلع كام كده معاك؟ 59.5. زائد 325. هتساوي 482 ونص. 482 ونص. تمام كده. اه ماشي نشوف مثال 2. بيقول لك تتألف حفرة الجرف المصغرة من شبه منحرف ومتوازي أضلاع. تمام. كم عدد المترات المربعة من المساحة التي تغطيها الحفرة؟ بص أدي لك ده شبه منحرف. تمام كده. نرسم بره هنا كده. دي 1 متر. تمام. ودي 1 متر. تمام. والارتفاع ده. الارتفاع ده كده. ثواني كده. هو مدينا هنا كده. ده 6 من 10. ده 1 متر. وده 1 من 10. كده تمام. ده مدينا 6 من 10. 1 متر. 1 متر. تمام كده. وبيتكون من متوازي أضلاع. متوازي أضلاع شكله كده. 8 من 10. تمام. هنا 2 متر. هنا الارتفاع ده 8 من 10. هنا الارتفاع ده 1 متر. تمام كده. طيب مساحة متوازي الأضلاع بتساوي إيه؟ تساوي القاعدة في الارتفاع. القاعدة هنا عندي ب2 متر. في الارتفاع 8 من 10. يعني تساوي 1.6 من 10. صح كده؟ صح. طيب نيجي لارتفاع اللي هو الشبه المنحرف. الشبه المنحرف بيساوي القاعدة الأولانية زائد القاعدة الثانية في الارتفاع. صح كده؟ القاعدة الأولانية 1. القاعدة الثانية 6 من 10. الارتفاع 1. يبقى الإيه هيساوي نص في 1. القاعدة الأولانية 6 من 10 زائد 1. صح كده؟ يبقى نص في 1 في 1.6 من 10 ب8 من 10. أجمع المساحتين مع بعض يبقى 1.6 من 10 زائد 8 من 10، يعني تساوي 2.4 من 10 متر مربع. تمام كده؟ اه طيب بيقول لك يبني والد سعيد سقفية. كم عدد المترات المربعة من الخشب اللازمة لبناء دعامة السقفية مبنية على اليسار؟ ده عندي شكلين. الشكل الأولاني ده عبارة عن إيه؟ مربع.
مربع جميع أضلاعه متساوية، لكن ده مش مربع، لا. مستطيل. مستطيل. مستطيل واللي فوق مثلث. مستطيل وفوق مثلث، تمام كده. طيب مساحة المستطيل تساوي. مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض. تمام، يبقى عندنا المساحة الأولانية هتساوي 4 في 5، يعني يساوي 20 متر مربع. طيب المساحة التانية بتساوي نص القاعدة 5 في الارتفاع في 1.2 من 10، يعني 1.2 من 10 في 2.5، صح كده؟ اتنين صح. في 5 ب10، صفر معانا الواحد. 2 في 2 ب4. هنا 5، 3، ننزل صفر، 9، 3، والعلامة بعد رقمين، يبقى 3.9 من 10، صح كده؟ صح. طيب يبقى هنا عندنا يساوي 3.9 من 10. تمام، يبقى إذا المساحة الكلية بتساوي المساحة الأولانية زائد المساحة الثانية، يعني هتساوي 20 زائد 3.9 من 10، يعني 23.9 من 10، صح كده؟ صح. تمام. مفهومة كده ولا في مشكلة في حاجة؟ نص القاعدة. طب هنا كده لو قلنا 1 وقلنا هنا 8 من 10، تمام. بكام؟ لا، 6 من 10، 6 من 10. ثواني معلش كده، هنا دي هنقول 6 من 10. 6 من 10 يعني 30. من ده 39 هنا. طيب 2 في 5 ب10، صفر معانا الواحد. 2 في 2 ب4 وواحد، يبقى 5. 5 هنا، صح، 5. في سنة. 2 في 5 ب10، صفر معانا الواحد. 2 في 2 ب4 واحد، يبقى هنا 5. يبقى هنا صفر وصفر، 3، تمام كده. لا، يبقى 4 بقى. هتبقى 4 كده مش 3. ماشي، نعملها تاني طب كده. 1.2 من 10 في 2.5. 2 في 5 ب10، صفر معانا الواحد. 2 في 2 ب4 وواحد، يبقى 5. 1 في 5 ب5. 1 في 2 ب2. يبقى هنا صفر. 5 زائد 5 10، صفر معانا الواحد، يبقى 3. يبقى ب3 مش ب3.9 من 10، ب3. تمام كده. يبقى ب23، الناتج 23، تمام كده. طيب هنا بيقول لك اوجد المساحة المظللة. عاوز المساحة دي. المساحة دي بتساوي مساحة المستطيل ككل، أنقص منها ال4 مساحات دول. ال4 مساحات دول عبارة عن مثلث، صح كده؟ دول 4 مثلثات، يبقى هقول المساحة بتساوي 4 في نص القاعدة عندي ب1، والارتفاع عندي ب1، صح كده؟ يبقى مساحتهم كلهم كام؟ 2. طب هجيب مساحة المستطيل ككل، يبقى مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، يبقى 12 في 5 ب60. طيب هنقص منها، يبقى المساحة الكلية هتساوي 60 ناقص 2، يعني هتساوي 58، تمام كده. يبقى المساحة المظللة دي بتساوي كام؟ 58. 58. طيب نيجي نشوف اللي بعديها كده. طيب هنا يقول لك يتم تمثيل. مش حاول انت حلوة. يتم تمثيل مخطط مساحة حمام سباحة في فندق بواسطة الشكل المبين. تمام. تمثل منطقة مظللة حمام السباحة. أوجد مساحة حمام مساحة. عاوز المساحة دي. محتاجة أجيب المساحة للمستطيل الكامل الكبير، تمام، وأجيب يبقى مساحة المستطيل الصغير طيب وأطرحهم من بعض. الايه هتساوي، صح كده. صح. طيب مساحة المستطيل الكبير كام؟ 42 ضرب 25. 42 ضرب 25. ممتاز. دي هتساوي كام؟ هعملها كده. هنا 4، 2، 2، 5، 10
وأربعة وواحد يبقى خمسة. 20 صفر معانا الاتنين. 8 و2 يبقى 10، صح كده؟ ننزل صح. 0 5 0 1 يبقى 1050. 1050 متر مربع، صح كده؟ طيب أجيب صح. مساحة تانية. المساحة التانية بتساوي 22 في 20. نعمل 22 في 20. 22 في 20. 440. هنا 0 4 0 4 يبقى 440. يبقى المساحة التانية بتساوي 440. طيب المساحة الكلية هتساوي الإيه؟ هتساوي 1050 ناقص 440. شو هتطلع كام كده؟ 1050 ناقص 440 كده. تساوي لحظة. 1050 ناقص 440 هتساوي 610. 610 تمام كده. طيب صح. هنا في حاول أن تحل. بيقول لك هنا موضح هنا رسم تخطيطي لمنتزه تمثل المساحة المظللة الأقسام الخاصة بالتنزه. أوجد مساحة الأقسام الخاصة بالتنزه. يبقى هجيب مساحة إيه ومساحة إيه هنا؟ بعد مثلث و- ومساحة المستطيل، أصل في مستطيلين. صح كده؟ طيب مساحة المثلث بتساوي كام؟ هنقول مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة بالارتفاع، هيساوي القاعدة دي مسافتها كام؟ 150. لا، المسافة دي كلها 150، وأنا عندي مسافة لفوق دي 120، يبقى المسافة دي 30. تمام، والارتفاع عندي 50، يبقى نص في 30 في 50، صح كده؟ 30 في 50 بكام؟ هنا على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها 15، يبقى 50 في 15. هنا صفر صفر. 5 ومعانا الاتنين 7. صفر ينزل 5 7، يبقى 750، صح كده؟ 750 متر مربع. طيب بعد كده هجيب المساحة التانية بتاعت المستطيل. المستطيل بتساوي الطول في العرض. الطول عندي العرض عندي 25، الطول 60. يبقى نفس الكلام 60 في 25. 60 في 25. هنا 0 0. صفر معانا 3. 12 و3 يبقى 15، صح كده؟ يبقى 0 0 5 1. يبقى هيساوي 1500، صح كده؟ طيب المساحة الكلية بتساوي كام؟ مجموع المساحتين. يبقى هنقول ال A بتساوي A1 زائد A2. يعني 750 زائد 1500 بتساوي كام؟ بتساوي 2250 متر مربع. تمام كده؟ آه، شوف اللي بعد كده. شوف كده أول واحدة دي، قراها كده وشوف قول لي إيه هنجيبها إزاي. هذا أول شكل مستطيل. يعني هضرب طول في العرض. تاني شكل نص دايرة. هضرب نص ضرب باي في ار تربيع. طب أجيبها كده، حلها كده على الوايت بورد. 60 ضرب 45. صفر وضرب في 45. 36 مع 4 6 24 مع 3 27 و2700.
تمام ماشي، دي المساحة الأولانية. نص ضرب باي 3.14 ار تربيع 45 ضرب 45. لا، أقسم من 45 على 2 تساوي 22 ونص. تربيع تمام أيوه. 14 يبقى نص ب 3.14 في 22 ونص، في 22 ونص. تساوي 1.75 ضرب كم؟ مم. ضرب 22 ونص ضرب 22 تساوي تقريبا 795. كم؟ لا لا مش زي كده. طيب بص كده، احنا هنضرب، بص نضرب الأول 22 في 22 ونص. 22 ونص في 22 ونص، صح كده؟ 5 في 5 ب 45. 25، 5 قصدي معانا 2. 2 في 5 ب10، و2 يبقى 12، 2 معانا الواحد. 10 وواحد يبقى 11، صح كده؟ طيب 2 في 5 ب10، صفر ومعانا الواحد. 2 في 2 ب4، وواحد يبقى 5. بعد كده 2 في 2 ب4، صح كده؟ بعد كده 2 في 5 ب10، صفر ومعانا الواحد. 2 في 2 ب4، وواحد يبقى 5. بعد كده 2 في 2 ب4، صح كده؟ تمام. تبقى 5، 2، 6، 5 و5 10، صفر معانا الواحد، يبقى 5. تعالى بعد رقمين، بكام؟ ب602.25%، صح كده؟ صح كده، ب 605، 506.25 وربع. تمام. صح تمام. طيب 3 و14% على الاتنين فيها الكام؟ فيها الواحد بوينت 1.57. نضربها في 506.25، هيدينا 794.81%. تمام. يبقى هنا دي هتساوي، تمام دي هتساوي 794.8. 794.8. هروح جامعها على 2700، شوف يطلع كام كده معاك. 794.8. اجمعها كده على 2700، شو يطلع معاك بكام كده؟ كم كم في كم؟ 2700 زائد 794.8. 1700 زائد كم؟ 700 زائد كم؟ زائد 704. 794.8. دي تقريبا هتطلع معاك زائد احنا كنا كام؟ زائد 2700. 3449. 3449.8. تمام ماشي، ممتاز يا ريس.
طيب هنا بيقول لك تم استقطاع مثلث من مستطيل، اوجد المساحة المظللة. عايزين المساحة دي، عايزين المساحة دي. يبقى هنجيب مساحة المثلث ككل، ونطرح منها مساحة المستطيل، ونطرح منها مساحة المستطيل قصدي. المستطيل بعد كده نطرح منها المثلث، يبقى ال A بتساوي 6 في 11، هتساوي 66، صح كده؟ طيب مساحة المثلث نص القاعدة، القاعدة ب4 في الارتفاع في 6، يبقى تساوي 12. يبقى المساحة المظللة بتساوي 66 ناقص 12، يعني تساوي 5/4، صح كده؟ تمام كده يا سيف؟ طبعا. وصلت لغاية فين في المدرسة؟ أنا تقريبا قعدنا خلاص الوحدة. والله درس كده. عرفت تخلص الوحدة؟ اه. يعني احنا ده متأخرين جامد عليهم، صح؟ مش كتير أوي يعني. جربت تخلص نص الوحدة مش الوحدة، ولا الوحدة كاملة؟ اه. يعني خدتوا حجم المنشور خدتوه؟ من ايه؟ حجم المنشور خدته؟ اه. أو خلاص كفاية كده على الدرس ده، ندخل على الدرس اللي بعده. فاهم كده؟ م- طيب هنا حجم المنشور، تمام كده؟ طيب حجم المنشور بيساوي ايه؟ او حجم متوازي متوازي الاضلاع زي كده، بيساوي ايه حجم متوازي الاضلاع ده؟ مش عارف. حجم متوازي الاضلاع ده، الشكل ده كده اسمه متوازي اضلاع، او حجم منشور مستطيل القاعده، يعني كده شكله كده، شكل ثلاثي الابعاد كده. تمام كده، بيبقى مش الشكل مكعب. كده، كده كده. تمام. اه. تمام. مدينا هنا ارتفاع اتش، تمام، ومدينا العرض ال، تمام. فنحن بنجيب القاعده دي كده، القاعده دي على شكل مستطيل، صح كده؟ اه. وهنا العرض ده يبقى المساحه بتاعت المستطيل دي بتساوي ايه؟ الحجم بتاعه هيساوي مساحة المستطيل في الارتفاع. مساحة المستطيل بتساوي ال في الدبليو، تمام. يبقى الحجم بتاعه هيساوي ال في الدبليو في الاتش، تمام كده. اه. والوحدة مكعب، متر مكعب، سنتيمتر مكعب، انش مكعب، فاهمني؟ طيب هنا بيقول لك اوجد حجم المنشور المستطيل القاعدة، مدينا القاعدة بتاعته مستطيلة، ومدينا الطول والعرض والارتفاع، يبقى الفي بتساوي، او خلينا فحاول ان تحل. خلينا سيبك من المثال، خلينا نحاول ان تحل كده. ايوه. حاول أن مساحة تحل. أوجد حجم المنشور المستطيل القاعدة الموضح اه. أدناه. آه. ضربت أول ضرب. لا مفيش 15 دي. ما ضربت 3 في 5. 3 في 5، ماشي تمام. 5 في 5 25. 5 في 1 ب5 ماينس 2 يبقى 7. 6 في 0. 5 في 9. 45. 1 في 9 ب9 وماينس 4. 13. 5. 12. 4. 1. البوينت على رقم يعني مية اتنين تمام. وأربعين بوينت 5 الوحدة بتاعتها متر مكعب، أهم حاجة سنتيمتر تكتب مكعب. الوحدة. طيب هنا سنتيمتر حجم مكعب. منشور ثلاثي الأبعاد. هنا مدينا منشور على شكل القاعدة بتاعته مثلث. القاعدة بتاعته مثلث. فهنا بيقول لك إن الحجم بتاعه بيساوي ضلع المثلث في الارتفاع، تمام. تمام. بيقول لك إن حجم منشور ثلاثي هو مساحة القاعدة ب
تمام، يعني مساحة المثلث مضروبة في الارتفاع، تمام كده. طيب هنا بيقول لك اوجد حجم منشور الثلاثي الموضح. تمام. هنا عايزين الحجم كده نجيبه ازاي؟ حجم منشور. هنجيب مساحة المثلث. كده. أول تمام. حاجة في أجيب الارتفاع. مساحة القاعدة. صح كده. اه. طيب المثلث مساحته ايه؟ نص. آه، قاعدة في الارتفاع. طيب القاعدة هنا بكام بتاعت المثلث؟ قاعدة بتمانية والطول ستة ضرب نص. تمام. نص ضرب تمانية ضرب ستة. تمام. في تمانية ايه تاني وعشرين. في الارتفاع بتاع المثلث المنشور، صح كده؟ تمام، يعني في تسعة معك. في تسعة. تمام كده. في تسعة. في تسعة. على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الأربعة. أربعة في ستة بكام؟ بأربعة أربعة وعشرين. وعشرين. 24 في تسعة 216. واحد. تمام. طيب ميتين نشوف، حاول أن ستاشر. تحل كده. أوجد حجم المنشور هنا. أول حاجة أجيب حجم المثلث. آه، ده ضرب خمسة. أربعة في نص. نص في أربعة في خمسة. أيوة تمام. على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاثنين. عشرة. يبقى فيها 70، صح كده؟ أي. 70 في سبعة اللي هي الارتفاع، يبقى 70 اه. سنتيمتر مربع مكعب، صح كده؟ اه. يعني نشوف صح. اللي بعديها. تمام. هنا بيقول لك أي صندوق غذاء يستوعب طعاما أكثر من مدينا هنا ياخد. صندوق على شكل مستطيل متوازي أضلاع. يبقى الطول في العرض في الارتفاع، وهنا الطول في العرض في الارتفاع. تمام. هنجيب كل واحد فيهم لوحده ونقارن ما بين المساحتين. طيب هنا تمام كده، مفهومة دي؟ طيب نشوف التمارين كده. ياخد. هنا أول واحد مثلا، عايزين التمرين الأولاني كده منشور على شكل متوازي مستطيلات. ماشي. أول حاجة أجيب حجم المثلث. ياخد. مش هقول. نص. ماشي، هتحل دي، ماشي ضرب حل دي، اتنين. ماشي تمام. ضرب سبعة. واحد تمام. وعشرين على لا اتنين. ستة دي، انت لين ست نص القاعدة في الارتفاع، صح تمام. اضرب في ستة معاك بالمرة عشان تجيب حجم المنشور. يبقى تقول الفي بيساوي، عشان نقول على على ماشي. الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الثلاثة. ثلاثة في ثلاثة بتسعة. تسعة في سبعة بكام؟ واحد على تسعة وسبعة. تلاتة وستين. 63. تمام. يبقى عندك 63 متر مكعب. تمام كده. تمام. طيب اللي جاريها كده، أستاذ. الطول في العرض في الارتفاع. 20 في 11